من فترة بسيطة اعلنت شاومي عن جهازين جداد من سلسلة البوكو، هو البوكو F4 والبوكو X4. انا احمد السيد والنهارده هنتكلم عن البوكو F4 والبوكو X4 GT. حبك حب عادي يا اسطى، مش نتفليكس ها، لان اليومين دول الناس عاد تفكيرها رايح في حته زباله ما شاء الله. خلصنا من الاكس 4، ندخل بقى عن البوكو X4 GT. البوكو X4 GT ده حاجه فلاج شيب كيلر، يعني مثلا الفلاج شيب كيلر هنا، فده الكيلر بتاع الفلاج شيب. احنا هنا بنعلي على بعض، ولكن الكيلر بقى بيجي بخامات تصنيع من البولي كربونات. ما تتضايقش، في شويه مميزات جايه في السكه ممكن تبسطك. التصميم زي ما انت شايف شكله حلو، تقريبا نفس الحاجات اللي قلناها في الاف 4 مكانها موجود زي ما هو موجود هنا. لكن لو بصينا للظهر بقى هنلاقي انك بتتكلم في حاجه فيها شبه من الرينو 6 بتاع اوبو. ممكن شاومي يكون اخد التصميم منها، فمش عارف، ممكن نعديها لشاومي الحته دي، عديها اصلا لسه بعض. يا جدعان انا بيك فان لشاومي على فكره، لان هي اكتر شركه لحد دلوقتي انا شايفها بتقدم قيمه مقابل سعر حرفيا. كويس هنا بقى في التصميم اللي هو بيدعم مكان ال 3.5 مللي عشان تشبك سماعتك وتلعب براحتك بقى يا اسطى وتفكس للدنيا، تلعب بابجي براحتك. كمان هنا زيه زي الاف 4 بيدعم مستشعر الاي ار بوستر، والسماعات برضو جايه من نوع ستيريو، والبصمه برضو مدمجه مع زرار الباور، وبيدعم الفيس انلوك. كمان بيدعم تركيب شريحتين اتصال من نوع 5G، بس للاسف ما بيدعمش تركيب كارت ميموري. وكمان نزل منه نسختين لحد دلوقتي على حسب ما عرفت من مساحه التخزين والرام، وهي 128 جيجا مع 8 رام و256 جيجا مع 8 رام. انا داخل لك على حاجه دلوقتي ممكن تضايقك، بس فيها ميزه ممكن تعدل لك اللي مضايقك من شويه. الشاشه هنا مش بتيجي اموليد، بس بتيجي من نوع IPS LCD بمساحه 6.6 انش بجوده فول اتش دي بلس، واللي دقتها 2460 في 1080، وبكثافه بكسلات 407 بكسل لكل انش، وسطوع يوصل ل 650 شمعه. انا حاسك اتضايقت لما سمعت الارقام دي، ولكن مش هتتضايق لما تعرف اللي جاي. معدل التحديث يا اسطى بيجي 144 هرتز. انت متخيل يا اسطى 144 هرتز؟ اي نعم مش شاشه IPS، بس 144 هرتز ممكن تغنيك، ولو كده برضه فالشاشه بتقدم اداء ممتاز برضه من حيث الالوان. وبعدين انت متضايق ليه كده يا اسطى؟ خلي الناس تفرح، 144 هرتز معاك. ودي برضه عليها طبقه حمايه جريلا جلاس الجيل الخامس. اداء الجهاز كويس قوي قوي قوي. يا نهار اسود، 3 قوي. اي نعم حبيبي 3 قوي، صدقني. الجهاز اللي في المعالج ده هو دايمنستي 8100، ولو انت مش متخيل المعالج ده قوي قد ايه فخليني اقول لك ان ده حاجه اعلى من السناب دراجون 888، سناب دراجون 888. هي دي بقى الحاجه اللي مخليانا اقول عليه كيلر، الفلاج شيب كيلر نفسه. زي ما قلنا المعالج هو دايمنستي 8100 ثماني النواه، واللي بيجي من نوع كورتكس A78 بتردد 2.85 جيجا هرتز. دقه تصنيع المعالج 5 نانومتر، يعني انسى استهلاك البطاريه تماما. والمعالج الرسومي هو مالي G610، وده معالج رسومي قوي برضه بواجهه شاومي MIUI 13، واللي مبنيه على نظام تشغيل اندرويد 12. ندخل بقى على الكاميرات، واللي برضه مش نقطه قوه الجهاز ده، بس هي الى حد ما ارقامها كويسه. الكاميرا الاماميه دقتها 16 ميجا بكسل بفتح عدسه 2.4، وبتقدر تصور فيديوهات بجوده 1080 بمعدل التقاط 30 فريم في الثانيه. ندخل بقى على الكور اللي ورا دي، والاساسيه منهم دقتها 64 ميجا بكسل بفتح عدسه 1.8، والاثنين التانيين زي البوكو F4. الثانيه دقتها 8 ميجا بكسل بفتح عدسه 2.2، والثالثه دقتها 2 ميجا بكسل بفتح عدسه 2.4. الثانيه دي بتاعه الالترا وايد انجل، والثالثه بتاعه المايكرو. والكاميرات برضه بتدعم وضع الHDR ووضع تصوير البانوراما، وبتقدر تصور فيديوهات بجوده 2160 بمعدل التقاط 30 فريم في الثانيه. البطاريه هنا حجمها كمان ممتاز قوي واكبر من البوكو F4، ودي اللي ساعتها 5080 ملي امبير. الشركه بتعلي على الشركات الثانيه بال 80 ملي امبير اللي فاضلين يعني احنا ماشي. ما عرفتكش انا كده يعني. وكمان بتقدر تشحن بقوه 67 واط. والجهاز نازل منه 3 الوان، وهم الاسود والازرق والفضي، دول 4. انت اللي طلع كده. انزل انت كده، انزل الادب. تعالى بقى مظلمك كده واقول لك على السعر اللي الجهاز ده نازل بيه. خليك فاكر احنا لسه ما نعرفش الجهاز ده نازل بالمصري بكام،
فانا هقول لك بالاسعار اللي نزلت في الهند برضه. النسخه ال 128 جيجا مع 8 جيجا رام نزلت بسعر 380 يورو، اي ما يعادل 7500 مصري. والنسخه ال 256 جيجا مع 8 جيجا رام ودي اللي نزلت بسعر 430 يورو، اي ما يعادل 8500 جنيه مصري. ما نستغربش الاسعار لان زي ما احنا عارفين الدولار رفع، وده بسبب البنك الفيدرالي الله يحرقهم. تعالوا انا وانت ندعي عليهم يمكن الدولار ينزل. ربنا مش طماع. 3 مليون دولار بس. طب بمناسبة ال 3 مليون دولار بقى، لو انت معاك مليون دولار ايه اول حاجة هتعملها وهتعمل بيهم ايه؟ استنى ردك تحت في الكومنت. زي ما قلنا الجهاز بيقدم مواصفات كويسه جدا، وما ننساش ان هو موجه في الاساس للجيمر. لو انت جيمر فالجهاز هنا بيقدم لك كل حاجه انت محتاجها. مثلا في الشاشه فبيقدم لك معدل تحديث بيوصل ل 144 هرتز ومعدل لمس سريع جدا، كمان معالج خرافي في الفئه السعريه دي وهو الدايمنسيتي 8100، والمعالج الرسومي برضه قوي وهو مالي جي 610، وكمان البطاريه الكبيره جدا اللي ساعتها 5080 ملي امبير، ومعدل الشحن اللي بيوصل ل 67 واط. نقطة الضعف اللي ممكن في الجهاز ده هي هتبقى الكاميرات، ولكن زي ما قلنا الجهاز ده مش موجه للتصوير. بس كده كنا انا خلصت وقلت لك كل حاجة انت محتاج تعرفها عن الجهازين، وزي ما قلت لك استنى الفيديو الجاي لان هنشرح فيه الفروقات ما بين الاجهزة دي والاجهزة بتاعت السنة اللي فاتت. ما تنساناش بقى من الشير لايك كومنت سبسكرايب، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.